يا أهلا بيكم في الحلقة التانية من بودكاست مكتوب لك، واللي بعنوان اعتذار لبيتر بان ليه قفلنا الشبابيك. في الحقيقة الحلقة دي مميزة جدا بالنسبة لي. كنت محتارة أعملها في البداية قوي كده ولا أستنى، بس بصراحة الأفكار بتاعتها كانت مسيطرة عليا، فخلاص بقى مكتوبة لكم دلوقتي. أول حاجة بس عندي تنويه مهم، إن أنا مش جاية أتكلم المرة دي عن بيتر بان سيندروم والتهرب من المسؤوليات والفير اوف كوميتمنت، ولا الكلام الكبير ده كله اللي أنا أصلا ما كنتش أعرفه ساعة ما قرأت الرواية أول مرة. من كام يوم كانت بتمطر قوي على فترات قريبة، ساعات كان يخف المطر ويبقى مجرد ندى بسيط مع غيوم ونسيم تحفة كده. زمان في نفس الجو ده كنت بنزل أجري في الشوارع الفاضية، بعد طبعا تحذيرات كتير بتقول هتاخدي برد أو هدومك هتتبهدل، حسبي لا تقعي. بالرغم من إن الأيام دي وحشتني جدا، مع ذلك منزلتش ولا جريت، وقلت حتى للأطفال اللي في البيت اوعوا تنزلوا الجو وحش، نفس الكلام اللي اتقالي زمان. سألت نفسي بالليل لما طليت على المكتبة، أنا إمتى بقيت شبه ويندي كده؟ لما قرأت بيتر بان زمان كنت مقتنعة جدا إني هو، بنفس طاقته وخياله وروحه الطفولية الشايني دي. وكنت بستغرب ويندي جدا بصراحة، ازاي فقدت إيمانها بحاجة هي شافتها وعاشتها. وغرور الجاهل قلت لنفسي استحالة أبقى ويندي. خمنوا اللي حصل طبعا، كلنا هنا ويندي غالبا، وبيتر بان هو طفلنا الداخلي. في فيلم بحبه جدا اسمه انسايد اوت، اتكلم عن فكرة شبه دي، واللي هي تضحيتنا بالجزء الطفولي اللي فينا. في جزيرة اسمها جزيرة الحماقة كانت في دماغ رايلي اللي هي البطلة. الجزيرة دي انهارت، الجزيرة دي كان فيها اللعب والجري والضحك والتهريج من غير سبب. انهارت في دماغ رايلي ووقعت في الهواء. هو ده بالظبط كان التجسيد للحظة اللي ويندي قفلت فيها شباك الأوضة. المجتمع بيجبرنا نوقع الجزيرة دي بالذات عشان نبني مكانها جزيرة الكبار. والفيلم الحقيقة فيه تفاصيل تانية كتيرة مش عايزة احرقه عليكم، اتفرجوا عليه لانه بجد هيلمس فيكم اكتر ما متوقعين بكتير. ويندي عاشت لحظات حلوة كتيرة مع بيتر، وإيمانها بيه وبنيفرلاند كان مخليها كل يوم تفتح الشباك وتستناه وتحكيله وتخيط له ضله. مش ياما وعدنا نفسنا واحنا أطفال بوعود كبيرة هنحققها قدام، وياما لحظات حلوة اتحرمنا منها أو أجلناها لأي سبب وقلنا لما نكبر هبقى عوضني. كنا مؤمنين بكل ده، وكان فيه جذور آمنة في مخنا ملونة ومليانة كل حاجة بنحبها. فجأة قفلنا الشبابيك وسيبنا كل ده ينهار تحت الفواتير والديدلاينز وسباقات النجاح. بيتر بان بيفكرني كل فترة إن في مريم صغيرة مستنية تجرب ألوان جديدة، مستنية تلعب بحاجات سابتها زمان عشان المدرسة، وإني قد إيه أنا اللي محتاجة أقعد معاها وأعرفها أكتر وأديها فرصتها تعبر عن نفسها وتظهر. أنا طبعا عمري ما هقول لنفسي ولا لغيري سيب مسؤولياتك واهرب من سنك وروح اعمل اللي بتحبه. الموازنة في كل حاجة أثرها صحي، ولو الأثر ده مش علينا فهو على كل طفل حوالينا حاليا أو مستقبلا. ازاي نتعلم ان احنا ما نقفلش شبابيكه بدري، ونساعده ونفهم كل حاجة حلوة بيحبها ونفسه يجربها، وان احنا نحاول نكون ويندي احسن لبيتر بان الخاص بيه. اتمنى تكونوا حبيتوا الحلقة وعرفتوا ان بيتر بان مش التافه المستهتر اللي بيصوروه، بالعكس احنا نقدر نشوفه دايما بزاوية مختلفة. رجعوا الشبابيك مفتوحة واستنوا بيتر بان منها. في الآخر شكرا لسماعكم لحلقة النهاردة، ولو في أي اقتراحات لكتب حابين نتكلم عنها قولولي في الكومنتس، ونتقابل تاني في حلقة جاية من مكتوب لك.